عمرو أديب يفاجئ النادي الأهلي بتصريحات نارية بعد أزمة إمام عاشور. شاهد بالفيديو ماذا قال. ولكن في البداية صلي على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. الإعلامي عمرو أديب طالع يشمت في النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، خاصة بعد الأزمة المتداولة بتاعة اللاعب إمام عاشور. وطبعا كلنا عارفين إن في مشكلة كبيرة جدا ما بين إمام عاشور وما بين مدير الكرة في النادي الأهلي الكابتن محمد رمضان وكابتن الفريق محمد الشناوي. إدارة النادي الأهلي نزلت بيان ونزلت غرامة على اللاعب قدرها 1,000,000 جنيه، وده النادي الأهلي اللي ما بيهزرش مع حد وما بيفرقش معاه أي لعيب أيا كان هو إيه في الفريق. لكن عمرو أديب خرج علينا بتصريحات مثيرة جدا نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل. عمرو أديب بيقول في تصريحاته إن الدنيا خلاص خربت في النادي الأهلي، ولا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. يقصد إن المشاكل اللي في نادي الزمالك بقى يحصل زيها دلوقتي في النادي الأهلي، وإحنا الاتنين بقينا زي بعض. ده كان أول تصريح قاله عمرو أديب. عمرو أديب قال إن خلاص كلها أيام قليلة وهنسمع خبر رحيل إمام عاشور عن الأهلي وعودته من جديد لناديه المفضل إليه منذ الطفولة نادي الزمالك. هنا عمرو أديب نفسه إن إمام عاشور يرجع نادي الزمالك. دي يعني كانت تاني تصريحاته. عمرو أديب شمت في جماهير النادي الأهلي وقال الدنيا خربت عندكم، واتكلم عن إمام عاشور إن هو هيرحل عن نادي الأهلي خلال أيام قليلة. لكن عمرو أديب ما يعرفش إن النادي الأهلي ليه سياسة مختلفة عن أي نادي. ياما لعيبة في النادي الأهلي أخدت عقوبات وغرامات، ولكن بيرجعوا يعتذروا ويرجعوا ينزلوا المران ويأدوا دورهم بكل قوة، وده اللي أنا متوقعه مع إمام عاشور. عمرو أديب زود على الكلام وقال حاجات ما حصلتش، وده من مصادر موثوقة من داخل جدران النادي الأهلي. عمرو أديب بيقول إن إمام عاشور تطاول بالأيدي على كابتن الفريق محمد الشناوي لدرجة إن هو ضربه في وشه وعوره، والكلام ده ما حصلش يا عمرو يا أديب. الكلام ده ما حصلش، وأنا مش عارف أنت جايبه منين، أو أنت بتسمع او بتستنط للسوشيال ميديا الزملكاوية عشان انت طبعا راجل زملكاوي ولا تفقه شيء عن النادي الاهلي. فهنا عمرو اديب من خلال تصريحاته امنية حياته ان امام عاشور يرجع تاني لنادي الزمالك، وده ما اعتقدش ان هو هيحصل، والنادي الاهلي ما بيقفش على لعيب. ولو امام عاشور عمل مشكلة تانية او تالتة اكيد مكانه مش هيبقى ليه وجود في النادي الاهلي.